صل على محمد وآل محمد. اليوم فلوق مختلف. اليوم احنا بعيادة الدكتور مظفر العوادي بالشطرة. طبعا الدكتور مو بس بالشطرة، حتى ببغداد بأربيل نعم يسوي عمليات. نعم. كل مكان عنده مستشفى يسوي بيها. نعم. يعني بالحارثية مستشفيات هواية ببغداد، بس هو عيادته بالشطرة. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا وحياكم الله ومرحبا. يعني إن شاء الله إحنا خلال هاي الفترة اللي مضت، يعني صار تقريبا خلال هاي 15 سنة اللي فاتت تم إجراء العديد من العمليات الجراحية المتقدمة، سواء كانت على مستوى الجراحة التجميلية، عمليات شد جدار البطن، شفط الشحوم، عمليات كذلك رفع الأورام والناظورية والغدد المتقدمة. نعم، كل هاي عمليات الناظور. نعم، عمليات الناظورية المتقدمة والعمليات السمنة المفرطة كذلك. أنا شفت عملياتك بالناظور. نعم احنا الحمد لله. لله اليوم كانت حصوة ما ادري شنو العديد، شلنا كيس كتلة كيسية صار على الكلى اليسرى، والمريض اختي كانت تعاني من عندها، والحمد لله شكر تم اجراء العديد من هاي العمليات منها المعقدة، منها الصعبة، منها العمليات البسيطة، والحمد لله شكر مستمرين بتقديم الخدمة لأبناء مدينتنا العزيزة. ان شاء الله دكتور للأحسن. الله يحفظك ويسلمك ويخليك. يعني هسه انت مثلا مثلا عندك عمليات هنا بالشطرة، نعم، وعندك اتفاقات بمستشفيات نعم خارج الشطرة. نعم، خارج الشطرة. مثل مستشفى الحارثية أنا أدري بيك. عندي أشتغل بمستشفى الحارثية مال الأهلي. عمليات المتقدمة، سواء كان عملية تغيير المسار أو عمليات رفع الأورام. عمليات تغيير المسار هم. نعم. وعمليات قص المعدة كذلك ممكن نجري هناك. وأجري بمستشفى الحضارات الأهلي كذلك بالناصرية، اللي سويت بي أنا عملية. نعم، اللي سويتي. وعندنا نشتغل هنا مستشفى الأمل كذلك بالشرق. نعم. طبعا بالنسبة للعمليات، أكثر العمليات يعني اللي نجريها هي عمليات الحمد لله والشكر من بفضل رب العالمين انه عمليات ناجحة وبأقصر وقت ممكن. وهاي طبعا من فكرة جاية من نتيجة تراكم خبرة السنين والعمليات المتقدمة. هذه كلها تكسب خبرة مثلا، الحمد لله والشكر. بس اللي نقدر مثلا نضيفه للمراجعين الكرام انه الحمد لله ممكن انه المريض ياخذ افضل النتائج، وان شاء الله بالنسبه للتكاليف اقل التكاليف. احنا بالنسبه لنا اي طبعا صحيح اقل التكاليف. نعم. اقل التكاليف. نعم. يعني اكثر من 50%. نعم، مقارنه بالنسبه للمحافظات البقيه والدول الجوار. ومتابعه العمليه، ما بعد العمليه المتابعه للمريض هي هنا اسهل. طبعا بنفس الوقت علاجات المبايض وعلاجات الرحم. نعم. قلع الرحم بالناظور اللي هو عن طريق ثقوب صغار. اللي ذاك اليوم شفناه كان بالناظور. نعم. لا ذاك كان المريضه رفضت انه تجري بالناظور. مرة كبيرة. وهي مرة كبيرة رفضت 70 سنة. شلته كليا عن طريق فتحة صغيرة. لكن اللي نجري اكثر العمليات هي عن طريق الناظور، ثقبين صغار. نرفع الرحم عن طريق ثقبين صغار ولا تتجاوز ال1 سنتي. نرفع مثلا الزائده بالناظور، رفع المرار عن طريق الناظور اصبح هو هاي الامراض اللي على المبيض وهذه واللي تمنع الانجاب. نعم. انا عندي الحمد لله والشكر فتح يعني الانابيب نسبه عاليه من النساء اللي راجعتني وصار عندنا اطفال. انا ادري، انا اعرف. الانابيب، وكذلك انه تكيسات المبايض ممكن طريقه. ما شاء الله. هاي صار عمرها 5 سنين، ما ادري 6. نور الزهراء. الحمد لله اكو بينا حتى اكثر من مره عادله. حتى حصل اكثر من نتيجه. اكثر من طفل ان شاء الله. ان شاء الله دكتور. ان شاء الله يا ربي. اهلا وسهلا. تلزم التراب يصير به كل الهلا حق محمد وآل محمد. والله تستاهل دكتور. اهلا وسهلا. حسن ننهي الفيديو. يلا مع السلامه. اهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. عن هذا الفيديو نضيفه بعد ما ختمنا ذاك الفيديو، لانه سئلت واحده من المراجعات. عمليه النحت. الالم اللي يجي ورا العمليه. شنو تنصح به؟ طبعا احنا الحمد لله والشكر اغلب المراجعات اللي تم اجراء عمليه واللي تخاف من الالم احنا نطمنها ونقول لها يابا بالنسبه للالم احنا نهائيا يعني عملياتها بدون الم. ليش؟ لان احنا اثناء العمليه وما بعد العمليه مسيطرين على انه الالم ماكو الم، ونقدر نستخدم تقنيه التاب بلوك اللي هي ننهي الالم نهائيا 100% بدون الم. يعني العمليه تجري المراجعه تجري العمليات نهائيا بدون الم. بعد العمليه ب 72 ساعه. بعد العمليه 72 بدون الم نهائيا. بدون الم.
وخصوصا بتقدم هاي دكتور انا العمليه. مو 72 سنه، نعم. انا لحد الان هسه صار لي 6 اشهر ماكو اي الم بالعمليه مالتي. انت مسويه عمليه عند الدكتور؟ الحمد لله والشكر، الحمد لله. ان شاء الله انت يعني عاشت خير إيدك تجربه دكتور، ان شاء الله. إن شاء الله. وبالنسبه والباقيات إن شاء الله. وبالنسبه للباقيات ان شاء الله نوعيه انه بدون الم نهائيا كلا للالم. ان شاء الله يا ان شاء الله أهلا وسهلا. دكتور. حياكم الله. شكرا جزيلا، أهلا تعبناك. وسهلا بأم هلا. اهلا بك. هلا دكتور.